مرحبا، معكم فاطمة من حساب توم كروشيه. اليوم بإذن الله راح نبدأ مع بعض مشروعنا اللي هو ميستري أفغان 2015. أو طبعا هو البطانية هذه عبارة عن بطانية غامضة. كل أسبوع بإذن الله راح نطلع جزء من هذه البطانية أو تلميح لحل هذا اللغز. طبعا الخامات اللي راح نستخدمها اوريدي أنا تكلمت عنها في حسابي على الانستغرام، راح أحط لكم الرابط أسفل الشاشة أو أسفل الفيديو. بالنسبة للخامات اللي أنا راح أستخدمها، راح أستخدم DMC Natural Just Cotton مع سنارة مقاس 3.5. راح نستخدم 4 ألوان من اختيارك. طيب، كل لون راح نستخدم منه 7 ألوان، 7 حبات. يعني اللون الأخضر راح نحتاج منه 7 حبات، السماوي هذا 7، الموف 7. وكمان أنا أوريدي اشتغلت، فعندي باقي شوي من البيج. لسه ما كملت عدد الخيوط، لكن البيج هذا رقم 63 أو 36، عفوا رقم 36. راح استخدم منه 14 حبة، لأن أنا هذا استخدمته راح يكون أساسي للقطعة. طيب، نحط هذول على جنب. نجيب الخيط الأساسي اللي هو رقم أو A، خيط رقم A. هذا هو خيط A. راح نفتح حساب الموقع في راح نفتح حساب الموقع. راح احط الموقع اسفل الرابط او اسفل الفيديو. راح يطلع معكم حساب زي كذا، زي ما انتم شايفين. طبعا هو عندي هنا نيتنج وعندي كروشيه. احنا راح نستخدم الكروشيه. راح نضغط على داونلود ذا باترون او كليب باترون. راح يطلع معي بهذه الطريقة. طبعا السكوير او المربع راح يطلع حجمه 12.5 سنتي. طبعا انا راح يطلع معاي اقل من 12.5، لانه السنارة عندي 3.5. هم مستخدمين سنارة 5 وخيط اسمك من هذا الخيط. كمان كاتبة تفاصيل الخيوط اللي هم استخدموها بكل تفحة ظافرة. بالنسبة لي اللي هو الكيج اللي هو مربع القياس. خليني بس اوضح لكم الصورة اكثر. الكيج هنا اللي هو مربع القياس راح يكون عندي 13 غرزة حشو و 14 سطر. راح تساوي لي 4 إنش أو 10 سنتي. راح نصنع من هذا الموتيف 20، أو هذا المربع راح نصنع منه، أو هذا الجزء راح نصنع منه 20 حبة. راح نستخدم خيط A، وراح تقول نبدأ ب chain 5. chain 5 يعني 5 حشو. هنا حاطين لي بدي الزاوية، حطي لي اللي هو جدول أو مفاتيح البترون. هذه مكتوب تشين يعني سلسلة، دبل كروشيه يعني كذا. مكتوب تفاصيل اللي هنا. هذا الجزئية هذه اللي هنا هي اللي راح تساعدك على أنك تقري البترون. فهي اللي هو مفتاح الغرز راح يكون هنا. هذه البداية اللي هو هنا اللي هو نستخدم خيط A with A chain 5 join with the slip stitch and the first chain to form a ring. يعني عشان نعمل دائرة راح نقفل نعمل 5 سلاسل، وبعدين نقفلها بمنزلقة عشان نعمل دائرة. بعد كذا one set round يعني السطر الأول راح نعمل كذا 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 كذا. راح نقراها مع بعض لما نجي في السطر الأول. أنا أحاول إنه هو يكون يساعدكم بالنسبة لي لقراءة البترون. طيب، نجي للدور الأول أو الجزء الأول من القطعة. راح أعمل اللي هي المنزلقة اللي كلنا عارفينها. وبعد كذا راح أعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 بهذه الطريقة. بعدين راح أقفل زي ما قالت بمنزلقة. راح طبعا أشتغل على الخيط هذا وأنا قاعدة أبدأ اللي بعد كذا. بعدين راون 1 3 chain 3 سلاسل. راح نشتغل 1 2 3. بعد كذا راح أعمل دبل كروشيه داخل
طبعا هذه راح تحسبها 3 سلاسل، نحسبها ان هي دبل كروشيه او عمود بلفة. بعد كده راح نشتغل 2 عمود بلفة داخل الدائرة بهذه الطريقة. هذا العمود الأول، راح كمان أشتغل العمود الثاني. طيب بعد كذا راح أعمل سلسلة 3 سلاسل، 1 2 3. بعدين راح أعمل عمود داخل 3 عواميد داخل الدائرة. فعندي طبعا أنا حاطة الخيط هذا وبشتغل عليه اللي هو نهاية الشغل. كذا عندي 1 2 3. طيب وتكون أول زاوية من المربع. طيب بعد كده راح أعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين 3 غرز عمود في داخل الدائرة. راح أكمل كمان العملية هذه كمان مرتين إلين ما تصير عندي يتكمل عندي شكل المربع. فهذه المرة الثانية. طيب 3 عواميد. طيب بعدين 3 سلاسل، بعدين 3 عواميد هذه المرة الثانية. كمان مرة. الخيط هذا راح أرجعه على وراء عشان أقصه بعدين. بعدين لما نجي أقفل ما راح أقفل بالطريقة المعتادة اللي أنا أروح أعمل 3 سلاسل بعدين أعمل منزلقة هنا، لا راح أقفل بطريقة مختلفة على أساس يكون عندي الخيط في المنتصف. راح أعمل سلسلة واحدة، بعدين راح أعمل نصف عمود في أول سلسلة من الثلاث سلاسل الموجودة عندي هنا، اللي هو هذه السلسلة اللي هنا. راح أعمل فيها نصف عمود بهذه الطريقة. خليني أمسكها مظبوط، وبعدين أعمل نصف عمود. صارت لي البداية الجديدة راح تكون في المنتصف، ما حتصير من هنا، راح تكون في منتصف السلاسل اللي هنا أو في منتصف الزاوية اللي هنا. طيب كده عندي انتهى الدور الأول. راح نجي للدور الثاني، راح نشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. بعدين في الفراغ السلاسل اللي هنا أو النصف عمود اللي عندي هنا راح أشتغل عمودين. فعندي هذا 1. طبعا الثلاث سلاسل اللي هنا اعتبرناها ان هي عمود. طيب بعدين راح نشتغل كمان زيادة عمودين، اذا راح يصير عندي 3 عواميد في الزاوية. بعدين المسافة اللي بين الزاوية هذه والزاوية اللي هنا راح اعمل سلسلة واحدة. بعدين راح اروح للزاوية الثلاث سلاسل اللي عندي هنا وراح اشتغل فيها 3 عواميد. هذه 1 2 3. بعدين راح اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين 3 عواميد في نفس المكان. يعني عملنا 3 عواميد، 3 سلاسل، 3 عواميد في نفس فراغ الثلاث سلاسل. كده 2 كده 3. بعدين عشان انتقل للفراغ اللي هنا راح اعمل سلسلة واحدة هنا وابدأ اعيد نفس الكلام اللي اشتغلته هنا، راح اعيده في كل المربعات لين ما اوصل او لكل الزوايا لين ما اوصل لهذه الزاوية. فراح نعمل 3 عواميد. اللي فهم ممكن يقدم الفيديو عادي. طيب 3 عواميد، 3 سلاسل، وبعدين 3 عواميد. طيب بعدين راح اعمل سلسلة، بعدين 3 عواميد، 1 2. طيب بعدين 3، بعدين مرة ثانية 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين 3 عواميد، 1 2 3. طيب بعد كده راح أعمل سلسلة وراح أنتقل لي آخر اللي هي الزاوية اللي أنا بدأت فيها هنا
راح انتقل لها على اساس ابدأ اكمل. راح اعمل 3 عواميد، 1 2 و3. طيب، وبعد كده راح اعمل سلسلة، بعدين نصف عمود عشان نقفل المربع. فنصف عمود في اللي هو الثلاث سلاسل اللي هنا في راس الثلاث سلاسل او في اول السلسلة راح اشتغل النصف عمود. كذا انتهينا من الدور الثاني. طيب، نجي للدور الثالث. الدور الثالث بنفس طريقة الدور الثاني، لكن في اختلاف بسيط جدا، ان احنا راح يكون عندنا هنا فراغ سلسلة، اللي هو الفراغ السلسلة هذا راح نشتغل فيه. راح اشرح كمان مرة، او راح اشرح هذا الدور اللي هو الدور الثالث. اشتغل 3 سلاسل كالمعتاد، بعدين عمودين في فراغ النصف عمود اللي هنا عندي، راح اشتغل عمودين، هذا 1 وهذا الثاني. طيب، عشان انتقل من هنا من مكاني هذا الى الفراغ السلسلة اللي عندي هنا، راح اعمل سلسلة اوريدي احنا نعرفها. بعدين راح اروح لفراغ السلسلة اللي عندي واعمل هنا 3 عواميد. هذه النقطة الجديدة في هذا الدور، ان احنا في فراغ السلسلة راح نعمل 3 عواميد. طيب، بعدين لما اجي انتقل من هذا المكان اللي انا فيه حاليا الى الزوايا اللي هنا او الزاوية 3 سلاسل اللي هنا، راح اعمل سلسلة وانتقل لفراغ الثلاث سلاسل واعمل 3 عواميد. فهذه اريد نعرفها، اللي هي 1 2 3، وبعدين راح اعمل 3 سلاسل، 1 2 3، بعدين راح اعمل 3 عواميد في فراغ الثلاث سلاسل اللي هنا اللي نفسه. طيب، راح اكمل، راح اكرر نفس اللي احنا عملناه، اللي هو سلسلة في فراغ السلاسل، بعدين 3 عواميد، بعدين سلسلة، بعدين 3 عواميد، 3 سلاسل، 3 عواميد في فراغ الثلاث سلاسل. راح اكمل لين النهاية وارجع لكم. وصلت الآن إلى نهاية الدور الثالث زي ما انتم شايفين. طيب، عملت سلسلة وراح أعمل هنا 3 عواميد. طيب، فعندي 3 عواميد، هذه 1 2 3. طيب، بعد كده راح أعمل اللي هو التقفيل اللي احنا متعودين عليها، اللي هي سلسلة واحدة وبعدين نصف عمود. راح أشتغل النصف عمود في ثالث سلسلة أو أول سلسلة من السلاسل الثلاثة الموجودة عندي هنا بهذه الطريقة، وأعمل نصف عمود. كذا انتهينا من الدور الثالث. الدور الرابع تقريبا نفس الشيء، اللي هو نبدأ بثلاث سلاسل، 1 2 3. بعد كده راح أشتغل عمودين في فراغ النصف عمود اللي عندي هنا، هذا 1 وهذا الثاني. طيب، بعد كده راح أعمل سلسلة، وبعدين في فراغ السلسلة عندي هنا راح أعمل 3 عواميد، 1 2 3. طيب، بعدين عشان انتقل من هنا للفراغ السلسلة اللي هنا راح اعمل سلسلة، بعدين اعمل 3 عواميد، بعدين راح اعمل سلسلة، بعدين في فراغ الثلاث سلاسل اللي هنا راح اعمل 3 عواميد، 3 سلاسل، 3 عواميد عشان اكون الزاوية الجديدة. فعندي كذا اشتغلنا 3 عواميد، بعدين 3 سلاسل، 3 عواميد. راح أكمل بنفس الطريقة اللي احنا بدأنا فيها، اللي هي سلسلة 3 عواميد، سلسلة 3 عواميد، وهكذا. راح أكمل بنفس الطريقة إلى ما أوصل إلى نهاية هنا، وراح أرجع لكم أوريكم كيف نقفل القطعة. وكذا وصلنا لنهاية الدور الرابع. طيب، التقفيلة زي ما قلنا راح نعمل سلسلة وبعدين نصف عمود في أول سلسلة موجودة عندي، راح أشتغل نصف عمود وأقفل السلاسل. طيب، كذا انتهينا من اللي هو الكلو رقم 1 أو الدليل رقم 1 للميستري أو البطانية الميستري.
راح أقص الخيط لمسافة بسيطة، وبعد كذا راح يصير عندي اللي هو الدليل الأول كان عندنا اللي هو الجراني سكوير أو مربعات الجدة. طبعا راح نعمل منها 20 حبة، فأنا أوريدي عملت عندي 10 وهذه رقم 11. طيب فأنتوا خلال الأسبوع هذا راح تعملون 20 حبة عشان نبدأ الدليل رقم 2 أو التلميح رقم 2. راح تكون عبارة عن جراني سكوير 4 سطور أو مربعات الجدة 4 سطور. أتمنى أكون أفدتكم في هذا الجزء أو في هذا الأسبوع. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واللي حاب يكمل معاي البطانية يشترك على أساس تجيله تنبيهات إذا نزلت فيديو جديد. طبعا كل أسبوع إن شاء الله بنفس الموعد راح أعمل فيديو جديد، راح ينزل نفس الفيديو الجديد للجزء اللي بعد كذا. وشكرا لكم.